نصائح للجلو اب بارت 1. اول حاجه ما تشريش حوايج بلا ما تعرفي مع من راح تنسقيهم. ما تروحيش تشري قطعه جوست بيسك عجباتك وانتي ما عندك حتى حاجه توالمها، هنا راح تولي تحسي بلي خزانتك معمره مي ما كاش تلبسي. دوزيامون لي زاكسيسوار كيف ما تشريش لي زاكسيسوار اللي ما عندكش مع من تلبسيهم. توجو خيري عفسه سامبل اليغونت اللي تقدري تلبسيها مع شحال من بياسه. ثالث حاجه لي باسكيت تاعك ديري خطره في السمانه خطره في 15 يوم وغسليهم كامل، ما تخليهمش حتى يتوسخوا بزاف ومن بعد تولي تعجزي ومن بعد ما توليش تلبسيها وانا نعرف الحكايه. رابع حاجه عندك صباح ربي وجهك واسنانك اغسلي اموا بصابون وبيان سور دونتيفريس ما نهضروش عليها، مي وجهك ما تغسليش بالماء برك وتخرجي دو بريفيرونس. خامس حاجه بيان سور اذا كنتي تقراي ساكك ولا كورطابك توجو خليهم يكونوا نقايه وتوجو خلي داخلهم لانجات والعفايس الاساسيين. بارت 1 نهضر لكم على العنايه والجلو اب من الداخل. بارت 2 من اساسيات الجلو اب. هذه المره جينا نحكوا على المستوى الداخلي. كنت درت لكم فيديو وعطيتكم اهم الاساسيات اللي لازم يتوفروا فيك باش توصلي الجلو اب تاعك خارجيا، لكن داخليا مساله واحده اخرى. اول نقطه لازم تبدليها في شخصيتك اللي هي الحساسيه والغضب. لازم تتعلمي تتحكمي في الغضب والقلق تاعك وما تعطيش الامكانيه لاي شخص انه يسلب منك راحتك النفسيه. راح تقولي لي كيفاش؟ على بالي بلي واعره ولازم لها تدريب بزاف. اول حاجه لي بودكاست، لازم تسمعي لي بودكاست اللي يهضروا على هذا الموضوع، يبسطوه لك بطريقه اللي تولي تحسيه باللي عفسه بايخه وما تستاهلش، وبيان سور مع الاستمراريه راح تولي كل موضوع تعطي حقه وبس. ثاني نقطة واللي هي وضع الحدود. اتعلمي تحطي حدودك مع الناس. واحد تمسخر عليك وما عجباتكش هدرتو حبسيه، وحده سيه تستهزا بيك حبسيها، وزيدوا يقولوا لك واش بيك تزيدي عليها وليتي حساسه زيدي حبسيهم بصرامه وقولي لهم بلي هذا الموضوع ما عجبك. كاين بزاف لي بودكاست اللي يهضروا في هذا السوجي، دونك تقدروا تبحثوا عليهم وتعرفوا كيفاش تريبونديو بالطريقه الصحيحه. ثالث حاجه اسرارك اعرفي لي من تحكيهم. ما تكونيش هذاك الجوغ تاع البنات اللي تعرفي طفله في ساعه تحكي لها كاع حياتك وتبداي تقصري لها وتضحكي لها. لا حبيبتي، كل واحد اعطيه على حساب عقله، كل واحد احكي له واش لازم تحكي له وبس، لانه جميع عفسه تحكيها راح تفقدي الشغف فيها وخصوصا اذا كانت مازال ما صدقتلكش. رابع حاجه اخطيك من الجماعات اللي يهضروا فيهم عن الناس، هذه دارت وهذه شرات وهذا راح وهذا جا. الناس تعيش حياتها وتحقق في احلامها وانتي قاعده مع اللي يحكوا عليهم. كمان وبيان سور هذا السوجي بزاف طويل، دونك راح ندير لكم بارت 3. باي.